أهلا بيكم. الانفصال العاطفي ممكن يكون مؤلم، لكن في بعض الأشخاص بيتحول عندهم الألم لسلوكيات غير صحية، زي التجسس على الشخص القديم أو إرسال رسائل مزعجة أو محاولة اختراق حساباته على السوشيال ميديا. ليه في بعض الناس بتتصرف بالطريقة دي؟ وهل المشاعر السلبية وعدم القدرة على التحكم فيها ليه دور في التصرف ده؟ في الفيديو ده هنكشف لكم عن الأسباب اللي بتخلي بعض الناس يلجأوا للانتقام الإلكتروني بعد الانفصال، وبتلجأ للتجسس والمضايقات بعد الانفصال. الدراسة بتقول إن في 3 عوامل رئيسية بتزود احتمالية إساءة استخدام التكنولوجيا ضد الإكس بعد الانفصال. أول حاجة، لو الانفصال ده كان صعب ومؤلم فبتحس إنك عايز تحس بالسيطرة والانتقام، وخصوصا لو العلاقة كان فيها تعلق غير آمن، فبتلاقي صعوبة في تقبل الانفصال وإنك مش قادر تنظم مشاعرك، مش عارف تتعامل مع الحزن أو الغضب بطريقة صحية، فبتلجأ للمراقبة والمضايقة. أي صورة جديدة للإكس أو بوست على السوشيال ميديا بيشعل مشاعرك السلبية، وده اسمه سايبر ديتنج أبيوز CBA أو الإساءة العاطفية الرقمية، يعني التجسس، متابعة حساباته بشكل مستمر، إنك تزعجه، تبعت له رسائل تهديد أو رسائل ابتزاز، تحاول تتحكم في حياته، إنك تشهر بيه أو تنشر معلومات أو صور خاصة عشان تسئله. إزاي تعرف إنك داخل الدايرة دي؟ لو لسه بتراقب الشخص ده، وهنا لازم تبلكه وتاخد قرار شجاع. لو بتحس بالغضب او الحزن الشديد لما تشوف بوست جديد ليه، لو فكرت انك تبعتله رسائل تهديد او تجسس على حساباته، لو حسيت انك مش قادر تتحكم في مشاعرك بعد الانفصال.